صباح الجمعة اللذيذ اللطيف، أجواء تحفة، جو جميل. بصور معاكم النهاردة روتين يوم الجمعة، وأنا عادة ما بصورش يوم الجمعة علشان بجد اليوم قصير قوي قوي، عشان كده بصحى متأخر، بصحى بقى باستعجال كده اللي هو يلا نعمل الغدا، عايزين فطار، فما بعرفش اصور خالص يوم الجمعة. بس النهاردة أنا صاحية الساعة 9، يعني الساعة دلوقتي 9:30 كده، وماما عزمانة على الغدا النهاردة، فأنا مش هعمل غدا، فقلت ليه لا أصور له. غسلت وشي بس لسه ما عملتش معاكم السكين كير، هعمله اسرع ما يكون علشان ندخل نعمل سناك خفيف كده، لان انا مش هعمل فطار دلوقتي، وعايزه اعمل فين الفطار المصري الاصيل ده، عايزه اعمله برده. انا عملت امبارح فطار فول بقى وطعميه وبطاطس والحاجات دي، كان تحفه، وفضلت بجد شبعانه مده لما الغدا جه. فهعمل كده تاني النهارده، بما انه يوم الجمعه معروف يعني عايزه ابخر البيت، وعايزه اروق قدام باب الشقه، لان انا عاده بروق قدام باب الشقه يوم الجمعه. انا امبارح اللي هو الخميس مسكت بقى يا جماعه البيت كله بجد، يعني مسكت البيت كله خليته زي الفل، نظفت كل حاجه. ورايا غسيل عايز يتنشر، وغسيل عايز يتطبق، وان انا انضف قدام باب الشقه، واعمل فطار، وابخر البيت. بس يعني اعتقد دي الحاجات اللي ورايا، يعني غير بقى الترويق سريعا كده مكان ما احنا نايمين. انا حطيت السموزنج جel بتاع شين، حطيت مرطب العين بتاع ايفا، هسرح حواجبي حاجات خفيفه كده، هسرح بس حواجبي. هاي صباح الخير، انت جايبه فطارك وجايه هنا ليه؟ يلا روحي كملي فطار. سرحت حواجبي، شايفين فرق في شكلي ازاي؟ هجيب بقى اي تنت عندكم، اي مثلا بلاشر، كريم بلاشر، انا مبحبش احط اي حاجه بودر الصبح ابدا، او في البيت عامه. البلاشر او التنت بيديني لوك ناتشرال من غير ما اكون اصلا عملت حاجه. هدمج بس البلاش بقى ليب جلوس لونه خفيف، هستخدم الليب جلوس ده من ساندرا، وده درجه على بني كده، بتدي حاجه خفيفه خالص. وبس اخر حاجه بقى هعملها علشان فعلا نبتدي اليوم، هرش البرفيوم ده، دي البرفانات بتاعت افوفا اللي انا فتحتها معاكم الفيديو اللي فات، هرش منه، ده اسمه سكامني، وده انا قلت لكم ان ده اكتر واحد عجبني، ريحته خطيره، والبخاخ بتاع البرفيوم لا ده مش هينفع تحطي منه، حاضر اجيب لك بتاعك، خدي. بالمناسبه بقى بما انها طلبت، البرفان ده بتاع بندولين يا جماعه، تحفه للاطفال ومفيهوش اي كحول. اتفضلي وشي انتي بقى. طبعا الاطفال بتقلدنا في كل حاجه، الريحه فظيعه وثابته، انا رشاها من امبارح ولسه موجوده في البيجامه بتاعتي. هجيب بقى اول حاجه الفحم، انا بستخدم نوع الفحم ده، احط واحده هنا. انا الولاعه دي فبقيت اسخنه بيها، انا كده ولعت الفحم، هستنى لما يعمل طبقه بيضه كده على سطحه، وبعد كده هحط البخور. انا كنت وريتكم انواع البخور اللي انا بستخدمها من الشقه القديمه، بستخدم البخور ده بتاع شيخه، اسمه شيخه، والبخور ده كان عمه بتاع المحل هو اللي عاملهولي ميكس يعني، وكان في انواع تانية اللي هي الاكياس بس خلص. هحط بقى البخور، بسم الله، احط شويه كده، وبس كده. يلا بينا بقى نبخر البيت كله. بخرت بقى يا جماعة البيت كله، وكان البيت هادي ورايق ونضيف، وده لما بنعمل روتين الخميس، بنصحى الجمعة كده هاديين ومش ورانا اي حاجة، يدوب بس هنعمل السكين كير بتاعنا، هنفطر، هنظبط حاجات خفيفة كده. بعد كده بقى قلت ان انا هعمل سناك وهعمل قهوة معاكم،
هنا كنت بجيب التمر فلقيت التمريه فيها حاجات كده من جوه، فقلت لا اهميها يعني ما جازفش بمعدتي. السناك اللي انا بعمله دلوقتي ده سناك صحي قوي، بستخدم زبده فول سوداني من غير سكر، وبستخدم تمر اللي هو التمر الطري. بفتح التمر بشيل منه النوى وبعد كده بحشيه زبده فول سوداني. مش عايزه اقول لكم طعمها بيكون تحفه. وطبعا بنعمل عدد فردي. بعد كده بقى عملت الايس كوفي معاكم، حطيت معلقه ونص نسكافيه. انا بعمل ايس كوفي بعسل، ما بحبوش بسكر ابدا، سكر بيخرز تحت كده وبيفضل طعمه باين. وطعم الايس كوفي بالعسل غير خالص بالسكر. لو بتعملوا الايس كوفي بتاعكم بالسكر جربوه بالعسل هتغيروا فكرتكم. حطيت كمان السيرب بتاع الفانيليا بتاع مانوتي. وبس كده كان السناك بتاعي جاهز. طبعا انا عملت فطار اليوم ده وفطينا بس ما صورتش معاكم، بس ده كان سناك مبدئي كده لحد لما اجوع قوي وبعد كده نعمل فطار. كنت بشرب بقى القهوه بتاعتي يا جماعه، واكلت التمر وجبت التودو ليست بتاعي. يعني وانا الفتره اللي باكل فيها السناك دي بجيب التودو ليست بتاعتي جنبي، وبعد كده بقعد اكتب كل حاجه انا عايزه اعملها في اليوم. ده بينظم لي دماغي اكتر، بينظم افكاري اكتر، بعرف ايه الحاجات اللي ليها اولويه وايه الحاجات اللي لا ممكن تتاجل شويه لليوم التاني. فبصراحه التودو ليست من الحاجات اللي فرقت معايا جدا وفرقت في يومي وفي طريقه تنظيمه، لان انا لما بكتب التودو ليست كمان بكتب كل الحاجات اللي انا عايزه اعملها في دماغي اعملها، ونفسي اليوم ما يخلصش الا لما اعملها. وفي نفس الوقت برتبها حسب الاولويات، يعني ممكن يكون 3 4 اولويات النهارده لازم يتعملوا والباقي عادي ممكن يستنى اليوم تاني. كتبت كل الحاجات اللي عايزه اعملها في التودو ليست دي، وعملت الايس كوفي بتاعي. هقعد بس اخلصه الاول في روقان كده، وبعد كده هقوم اشوف البيت محتاج ايه. اهم مهم عندي الهدوم، يعني لازم الهدوم تتنشر عشان احنا محتاجين منهم هدوم. وبس هنشوف بقى اليوم هياخدنا على ايه. ممكن اروح لماما بقى اشوفها عملت ايه في الاكل وكده، واي حاجه جديده هصورها لكم. اهلا ومرحبا بكم في مطبخ ماما. وقولوا لي يا جماعه مين فاكر المطبخ ده؟ مطبخي القديم. المهم هوريكم بقى ماما عامله ايه. بقى نكتشف الاكل كلنا سوا. اول حاجه وهو محشي مشكل، وماما بتعمل احلى محشي في الكوكب يا جماعه. ماما بتعمل المحشي احسن مني كمان. هنا فراخ في الاير فراير، ماما بتعملها تحفه برده، بتشوي فراخ في الاير فراير. طبعا احنا عاملين لحمه تاني بس في ناس ما بتحبش اللحمه فيها عشان كده عامله فراخ. وهنا يا جماعه صينيه المكرونه، شايفين شكلها تحفه. عشان اوريكم انا مش مزعله حد، عامله لحمه اللي بيحب اللحمه، وعامله فراخ بلدي وحمام، وزي ما قلت لكم عامله فراخ مشويه في الاير فراير. فماما عامله كل حاجه، كل واحد بقى ياكل اللي بيحبه. على الاضاءه بس الاضاءه هنا وحشه قوي. هنقيم المحشي مع بعض. وانا قلت لكم قبل كده محشي ماما يا جماعه مش محتاج تقييم، بس يعني هنقيم معاكم. بسم الله. والله مهما اعمل ومهما اروح ومهما اجي مفيش احلى من اكل ماما. المحشي تحفه. طبعا انا مش عايزه اكل مكرونه بشاميل فمش هاكل، انا هكتفي بالمحشي. يعني بجد كفايه عليا المحشي، لان انا ما بعملش محشي كتير في البيت فما باكلوش اللي عند ماما. تحفه. مش قادره بصراحه اقاوم. اروح انا بقى اكمل غدا، اغرف واتغدى. يا صباح الفل. يومين اللي فاتوا من اصعب الايام اللي عدت عليا في حياتي. بنتي كانت تعبانه قوي قوي، كانت تعبانه قوي قوي قوي. وانا بقول لكم كده عشان تاخدوا بالكم، لانه في دور منتشر الفتره دي صعب بجد. البنت كانت بتموت مني، كحه، رشح، صدرها اتقفل خالص، حطها على الجهاز طول الوقت، ادويه مش نافع، مفيش اي حاجه محوقه فيها. لسه اخده نفسي وشامه نفسي النهارده. فبجد لا، اليومين اللي فاتوا كانوا صعبين قوي قوي قوي. عندي حاجات كتير قوي تتعمل النهارده في اليوم. محتاجه اروق الاوضه تاني، ومحتاجه اعمل المطبخ، اعمل الحمام، اطبخ، عايزه اعمل اكل حلو، عايزه اعمل لها شوربه خضار واقطع لها فيها بانيه. عايزه اوريكم يعني مش كله بقى ضرب ضرب، عايزه اوريكم شويه توك انا اشتريتها ليا لاول مره. يعني انا بشتري توك، انا اصلا وانا متجوزه كنت جايبه في جهازي توك كتير قوي، فما كنتش بشتري ليا، كنت بشتري على طول لبنتي. فقلت ليه لا اشتري لي المره دي بس شويه توك بقى تحفه. يعني بصوا، اول كارت معايا شايفين دي يا جماعه، المفروض ان هي توك. انتوا متخيلين؟ هي على شكل عروسه البحر كده، ده كده شكلها خطيره. الكواليتي بتاعت التوك دي حلوه قوي، وشكلها انا جايباها عشان شكلها، مش مهم الكواليتي. تاني بقى كارت معانا
وهو الكارت ده. شايفين التوك دي طبعا تليق على اي حاجه، دي عايزه حاجات معينه او لبس معين علشان لونها موف كده، انما دي تليق على كل حاجه. مش عارفه الفوكس ماله، نظبطه بس اهو. شكل الكارت تحفه. بعد كده بقى الكارت التوك ده. والله يا جماعه هي دي الحاجات اللي بتهون عليا الايام الصعبه اللي انا بشوفها، يعني بجد. يعني انا بحاول اطلع نفسي من اي ايام صعبه او من اي مواقف صعبه بقابلها. ده كده شكل الكارت، وهو عليه زي دب كده لونه برجندي شويه، فشكلها برضو حلو. اخر بقى كارتين هما التوك دي اللي هي لونها بينك دي، والتوك اللي لونها بيربل دي او لونها موف. شكلهم حلو قوي برضو، ودول ينفع انه بنتي تلبسهم عادي لانهم صغيرين، انما الباقيين لا، كبار قوي على شعرها. مبسوطه بيهم فوق ما انتوا تتخيلوا بجد. يعني دي انا مبسوطه بيها قوي. وبصراحه السبب الاساسي انه انا جايباهم عشان قصيت شعري، قصيته كله، فعشان كده جبت دول علشان هو مش هينفع يتربط. يعني قصيته لدرجه ان هو مش هينفع يتربط بتاتا، عشان كده جبت التوك دي. كان عندي حاجات كتير قوي، بس في نفس الوقت مش قادره اعمل اي حاجه، بجد مرهقه قوي. بسهر، شايفين عيني عامله ازاي، بسهر مع بنتي، فبفكر اعمل الاساسيات بس اللي هي بقى المواعين والهدوم والحاجات دي، واسيب الحاجات او الترتيبات دي ليوم تاني اكون قادره. مش عارفه، هشوف كده هعمل ايه في اليوم. طبعا يا جماعه سيبكم من كل الكلام اللي انا قلته ده، انا بصراحه ما استحملتش ان انا اجل حاجه لتاني يوم، فبدات بالتسريحه في الفيديو اللي فات. ووريتكم البرفيوم دي بتاعه افوفا، وقلت لكم هبقى اقول لكم رايي فيهم بعدين. تحفه تحفه، وريحهم تحفه، الثبات حلو قوي، ممكن تثبت لتاني يوم. يعني انا اليوم اللي جربت معاكم فيه البرفيوم فضل الريحه في البيجامه لتاني يوم. فاسعارهم حلوه قوي. انتوا متخيلين البرفيوم الواحد واقف عليا ب 125، الاربعه كانوا ب 500، فحلوين قوي، اسعارهم حلوه قوي. طبعا الفيديو ده متصور من يوم الجمعه، المقطع اللي انتوا شفتوه في الاول، ولكن بصراحه يعني تعب بنتي، انا ما قدرتش خالص ان انا امنتج الفيديو وانزله، فعلشان كده قلت هكمل عليه المقطع ده، وبعد كده هنزله لكم علشان انا عايزه انزل لكم فيديوهات طويله، وعايزه انتظم معاكم يا جماعه في تنزيل الفيديوهات. قولوا لي تحت في الكومنتس، كل اللي يتفرج على الفيديو انزلوا حالا اكتبوا لي لو هنخلي يومين بس في الاسبوع ننزل فيهم فيديوهات، تفتكروا يعني يوم ايه وايه؟ يعني مثلا انزل اثنين وخميس، انزل حد وخميس، انزل ايه بالظبط؟ يعني انا عايزه على الاقل انتظم يومين في الاسبوع انزل لكم فيهم فيديوهات في مواعيد ثابته علشان الزم نفسي. فاكتبوا لي تحت في الكومنتس ممكن نعمل او ننزل الفيديوهات يعني ايام ايه في الاسبوع بتكونوا فاضيين اكتر، حاسين ان هي مناسبه اكتر. انا حاسه بصراحه ان ممكن انزل فيديوهين في الاسبوع، فيديو يوم الاثنين وفيديو يوم الخميس. حاسه ان الايام بعيده عن بعض، ففي وقت ان انا اصور لكم. يعني كوني انتوا برضو يا جماعه رايكم تحت، وانا ان شاء الله هقرا الكومنتس بتاعتكم. بس مبدئيا كده حاسه انه لا، ممكن ننزل فيديوهات اثنين وخميس. اقول لكم بقى هنا انا كنت بعمل ايه هنا، بس انا شاركتكم تتبيله البانيه اليوم اللي بنتي كانت تعبانه فيه وكشفنا فيه بقى، وهي بدات تشم نفس شويه، قلت هعمل اكل. عملت لها هي شوربه لسان عصفور وقطعت لها فيها بانيه. وهنا انا كنت بعمل لنا احنا بانيه محمر ومكرونه، لان احنا كان نفسنا فيه قوي من زمان ما اكلتوش. انا شاركت معاكم تتبيله البانيه، بس ممكن احط لكم صوره الغدا بعد ما خلص. ما عرفتش اشارك معاكم اكتر من كده، التصوير كان صعب قوي، وبنتي كانت تحت رجلي وعماله تعيط. وطبعا بنتي من الاطفال اللي لما بتاعي بجد بتمسك فيها بطريقه بشعه. اقول لكم هنا انا عملت ايه في تتبيله البانيه. اول حاجه فرمت في الكبه الصغنونه قوي دي، والكبه دي مهمه قوي يا جماعه غير الكبه الكبيره كمان، بستعملها اكتر من الكبه الكبيره. حطيت فيها بصلايه وطماطمايه وفرمتهم يعني خشن شويه. بعد كده نزلت بعلبه زبادي، وحطيت بقى ملح وفلفل اسود وكمون وسبع بهارات وبهارات فراخ وشويه قرفه وشويه كزبره وشويه كاري. الكاري بينقل اي فراخ مهما كان نوعها ايه او تتبيلتها ايه، بينقلها في حته تانية، والكاري من البهارات اللي بتليق على الفراخ قوي. نزلت بقى بشرايح البانيه، وبعد كده تبلتها قلبتها حلو في التتبيله وخلاص. يعني ده كان تتبيله البانيه. هحطلكوا زي ما قلت لكم صوره الغداء سريعا مع بعض علشان نقفل الفيديو اللي انا بجد حاساه طويل قوي.
عندي العيش بتاع الكايزر ده انا بجيبه وبحطه في الفريزر، بجيبه من اي فرن عادي وبحطه في الفريزر وبطلعه دقيقه في الميكرويف، بيكون كانكم لسه جايبينه دلوقتي. في دبانه في البيت مكرهاني في عيشتي، والله العظيم بجد مكرهاني في عيشتي، هرشها ان شاء الله بس لما بنتي تروح الحضانه. ابديت عن تعب بنتي، الحمد لله احسن كتير، لانه بجد هي وصلت بيها الحال انه صدرها اتقفل خلاص، بس لا هي احسن دلوقتي. بس احنا ستيل لسه مستمرين على الجلسات والحاجات دي. المهم عندي حته بانيه هنا هقطعها شرايح واعمل بيها السندوتشات. متاكده ان انا مش هقدر اكل ده كله، بس لو فضل حاجه هعينها للفطار بكره افطر بيها. قولوا عليكم وقولوا لي انتوا عاملين ايه. انا بصراحه مبسوطه بالجو قوي، بس يعني بنتي قفلت الحوار، حسيت اللي هو انا خفت، يعني انا خايفه من اللي هيحصل في الشتاء، خايفه من الشتاء بجد يجي. انا من الناس اللي بتحب الشتاء قوي، بس انا دلوقتي خايفه منه. فربنا يسترها ويعديها على خير، علشان بجد اليومين اللي فاتوا انا اتسوحت بجد، اتشلوحت كده، مش اتسوحت بس اتشلوحت. بس حطيت البانيه، ممكن احط عليهم صوص السويت تشيلي علشان انا بحبه اكتر من الكاتشب. احط عليهم، افتح لي علبه عصير واكل بعد كده خلاص، يعني مش هقدر اعمل اي حاجه تانية في البيت. ده كده شكل السندوتشات في الاخر. اعتقد ان انا هقفل معاكم الفيديو لحد هنا. متنسوش تقولوا رايكم تحت في الفيديو. ان شاء الله الايام الجايه انتظروا مني فيديوهات تحفه، علشان انا طاقتي بتبقى فوق في الشتاء، فربنا ما يجيب تعب. بس ان شاء الله انزل لكم فيديوهات على طول، نشارك مع بعض تفاصيل اكتر في البيت. انا حاسه ان انا لما جيت البيت ده ما صورتش تفاصيل كتيره يعني هنا، بس لا الايام الجايه ان شاء الله هنصور فيديوهات كتير سوا. بس كده قولوا رايكم تحت في الفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.